نستضيف آخر ساعة في آخر محطة لنا هذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي السيد فاضل نسيم. أهلا بك مجددا سيدي. يعني سيدي بداية أريد أن أسألك سؤال من وجهة نظرك. في يوم بغداد ما الرسالة التي كان يجب على أمانة بغداد اليوم أن تبعث بها إلى المواطنين؟ والله بالحقيقة أمانة بغداد ليس لديها رسائل، لأن رسائلها انتهت منذ زمن. أنهاها الفساد وأنهاها عدم اهتمام ببغداد، هذه بغداد الجميلة التي كانت محط نظر العالم بأجمعه. الأموال الكبيرة والطائلة التي رصدت إلى بغداد ذهبت أدراج الرياح في كروش الفاسدين. أي رسالة تبعثها أمانة بغداد؟ وما رأيناه في التقريرين اللذين ظهر أمامنا من حالة يرثى لها لمناطق في بغداد العاصمة، فكيف بالمحافظات؟ بغداد الجميلة التي كانت ولا تزال هي من أجمل مدن الدنيا، هذا حالها. أي رسالة تبعثها أمانة بغداد؟ رسائل عبعوب مثلا، أو رسائل؟ والله أمر مخجل أن تكون بغداد بهذه الصورة وبهذه المعاناة. يستحق المواطن البغدادي أكثر من ذلك بكثير، ولما قدمه من معاناة ومن تضحيات ومن شهداء، بالإضافة إلى ما قدمه من حضارة وثقافة وأدب للعالم بأجمعه. نعم. الآن يعني سيدي في ظل واقع الخدمات، يعني أولا كيف تنظر أنت إلى واقع الخدمات في العاصمة بغداد؟ واقع الخدمات واضح جدا مما ظهر. واقع الخدمات مزري لدرجة أننا نعتذر من أهلنا، نعتذر من انتخابنا، نعتذر من سياسيين الذين لا أعرف متى ستكون هناك صحوة للإصلاح والإصلاح يكون حقيقيا. نفاذ الصبر، حتى المرجعية قالت نفذ الصبر، ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية. الشعب كل جمعة ينهض وينادي بالإصلاح وبمحاربة الفساد، إنما موجود في بغداد هو نتيجة طبيعية لما موجود من فساد ل13 عاما. ميزانيات انفجارية وأموال طائلة رصدت لهذه المدينة، والتي كانت من المفروض أن تظهر الآن بأبهى حلة. يعني غريب جدا أن تكون هناك مدن أو في العالم أقل بكثير من بغداد من حيث الإمكانيات المادية، من حيث الإمكانيات البشرية، من حيث الإمكانيات الفنية والتقنية، وهي أفضل حالا من بغداد. سيدي إذا برأيك من هو المسؤول الآن عن تردي الوضع الخدمي في بغداد؟ طبعا المسؤول أمانة بغداد بشكل أساسي، ومسؤول مجلس المحافظة الموجود والذي انتخب بالتوالي، وليس فقط هذا المجلس. هي تراكمية بالأخطاء وتراكمية بالفشل أنتجت هذا الموجود الآن في بغداد. لكن الظاهرة الآن الموجودة يعني عندما تتحدث مع المحافظة تلقي اللوم على الأمانة، وعندما تتحدث مع الأمانة يقولون أن ليس هناك أموال كافية للنهوض بالواقع الخدمي في العاصمة. يعني أين تكمن المشكلة؟ يعني لا تجد أن أحدا يخرج مثلا على إحدى الشاشات ويقول أنا أعتذر، يعني الخطأ مني، يعني لا أحد يعترف بخطئه. فأين المشكلة؟ يا سيدي، نحن الشرقيين لا نعتذر أبدا حتى لو أخطأنا، وهذا ثقافة متوارثة. من قتل الآلاف بل وقتل المئات الآلاف لم يعتذر للشعب العراقي. تريد من سرق المال يعتذر من الشعب العراقي؟ طبعا بالتأكيد كل جهة ترمي المشكلة على جهة أخرى، لكن كلهم مسؤولون. هذه حقيقة، لا أحد يبرئ نفسه، لا مجلس المحافظة محافظة بغداد ولا أمانة بغداد، كلهم مسؤولون عن هذا. لكن سيدي إذا كان هناك أناس متورطون بقضايا فساد، يعني الفساد لا يقتصر على نهب الأموال، إنما أيضا التقصير هو يعني باب من أبواب الفساد. لماذا لا يحال هؤلاء إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل؟
وهذا ما مطلوب، وهذا ما يطالب به الشعب وما يطالب به كل العقلاء، من المرجعية في النجف الأشرف إلى العقلاء من العلماء إلى المواطن العادي، يطالب بإحالة هؤلاء. لنرى فاسدا واحدا قد حوسب، من أين لك هذا لم يفعل رغم أنه قرار حكومي. الكثير ملئت كروشهم وأصبحوا من ذوي الأملاك والمليارات، وهم كانوا يعتاشون على الراتب البسيط. الآن واضح جدا من سرق المال، وممكن رؤيته ببساطة. فقط من أين لك هذا تجد البيوت والعمارات وما شاكل، يعني واضحة جدا. نعم. بس يعني الكاتب فقط نحتاج من الحكومة أن تكون جادة وصريحة وواقعية في معالجة الفساد. سيدي، نعتذر عن ضيق الوقت، كنا نود أن نتحدث معك أكثر لأن حديثك يعني شيق و يعني يغنينا بمعلومات كثيرة. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فاضل النسيم، كنت معنا ضيفا كريما على آخر الساعة، شكرا جزيلا لك.